ليه بنحب او نتعاطف الاشقاء في السينما؟ ها، ليه ما ترد؟ بص يا سيدي، انا سألت صحابي ودي كانت شوية اجابات تقريبا هم كلهم شبه بعض، يعني مش هتلاقي فيها حاجة مختلفة. ولو جيت انا سألتك نفس السؤال انت هتجاوب نفس الاجابة. بص يا سيدي، الاشقاء دايما بتكون كتابتهم معقدة. بمعنى يا عم طه ما تقول كلام سلس وجميل؟ حاضر ماشي يا اسطى، ماشي ماشي، بس انت عملت اشتراك في القناة؟ ما عملتش، جو اعمل وتعالى يلا. الاشقاء بيكونوا معقدين، أو شخصيات الأشجار بتبقى مكتوبة بعمق وعندهم دوافع وأسباب مقنعة لتصرفاتهم. فلما بنفهم ماضيهم بنلاقي نفسنا متعاطفين معاهم. زي مثلا الجوكر، ذا دارك نايت، اللي بالمناسبة ده من أحلى سلسلة أفلام اتعملت في التاريخ. شخصية معقدة، تشوف عايزة تقتل، تشوف عايزة تخلق فوضى من اللاشيء. ليه؟ عشان هو عنده دوافع لده، وعنده عمق للدافع نفسه. بمعنى ان هو ما بيعملش كده عشان هو مجنون، لا، هو بيعمل كده بخطة محكمة عشان هو عايز يبين الناس على حقيقتهم. هي فكرة معقدة ومكتوبة بطريقة حلوة، فانت بتلاقي نفسك غصب عنك متعاطف معاه. تاني حاجة، ودي من الحاجات اللي برضو اللي يمكن تتفق معايا فيها، اتفقت او اختلفت اكتب لي في الكومنتات، وبرضو ما تنسيش اللايك زي ما قلت لك، ان دايما الشخصية الشريرة بتخاطب الجانب المظلم جواك انت كمشاهد. فلما انت بتشوف مشاعر غضب او انتقام او رغبة في كسر القواعد، بتحس ان هو بيعمل نوع من انواع تحرر القيود عندك. كل دي حاجة من الحاجات اللي بتخليك برضو تتعاطف مع الشرير. تالت حاجة، ودي الحاجات اللي ممكن تتفق معايا فيها في الشخصيات اللي انا هقولها، انت اكيد شفت دكتور دوم، صح؟ وشفت هانيبال ليكتور، صح؟ رغم ان الناس دي اشرار، بس عندهم كاريزما وذكاء غير طبيعي، ما بيتصرفوش تصرفات تقليدية. فانت غصب عنك بتلاقي فيه كاريزما تشدك ليهم كمشاهد. ودايما دايما دايما الابطال بتلاقيهم مملين. بمعنى انت بتبص ايه يا عم المثالية دي؟ انت ايه يا عم جون سينا؟ ايه يا عم كودي جودز؟ ما تفرشوا السجادة وتأسلموا وتروحوا تصلوا ركعتين لله وتسيبونا بقى خالص. مثالية اوفر يعني. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي ممكن تخليك تتعاطف مع الشرير اللي قدامهم، لأنه بيتصرف تصرفات غير متوقعة وفيها مخاطرة. فبتحس إن هو بيشدك أكتر من البطل اللي قدامه أو البطل اللي في الفيلم. خامس حاجة، أو الأفلام دايما بتورينا جانب إنساني ليهم. بمعنى إنك بتشوف معاناة وماضي مؤلم، بيخليك تشوف الشرير ده كضحية مش مجرم. بص، لو انت اتفرجت على فيلم في فور فينديتا، انت هتشوف راجل مقنع عايز يكسر النظام. لو انت مثلا اتفرجت على فيلم الجوكر واكن فينيكس 2019، الجزء الاول مش التاني، عشان الجزء التاني ده محدش يتفرج عليه اصلا. ولو انت اتفرجت عليه اصلا يبقى انت شخص ما، مش عارف اقول لك ايه. الله يسامحك، والله الله يسامحك. المهم، الفيلمين دول من اكتر الافلام اللي انا بحبها، وبحس فيها ان فعلا التحليل اللي انا هقوله لك ده بينطبق عليهم. انهم بيمثلوا ثورة ضد النظام، بيظهروا بثورة على الظلم، وبيكسروا قواعد بتحبس المجتمع. وده بيخليه ينقلب من شخصية شريرة الى شخصية او الى بطل غير تقليدي. يعني الجوكر 2019 انت كنت بتشوف شخصية ضعيفة جدا او مستضعفة جدا، كل الناس جاية عليها، مش عارف ياخد لا حق ولا باطل، هو عايز مجرد انه يعيش بسلام. صح كده؟ دي كانت بداية الفيلم. التحول حصل وهو في المترو لما قتل التلاتة اللي كانوا بيتنمروا عليه، وده خلق جواه فكرة الدافع بتاع الثورة على الظلم. تاني حاجة، فيلم في فوج فانديتا، فيلم إنتاج 2006، ولحد النهاردة أنا ما بزهقش منه كل ما بشوفه. شخصية في هي شخصية لابسة قناع، عايزة تكسر النظام، وبتقتل بقى بطريقة إرهابية أوي. يعني أنت تشوفه مثلا في حاجة أكشن، أنت بتحس إن ده فعلا شرير. هو مش شرير، هو بيكسر قاعدة تخلي المجتمع ده محبوس، هو بيحررها. بدليل ان البنت اتعاطفت معاه في الاخر. ولو انت ما اتفرجتش على الفيلم ده فانت برضه فايتك كتير ولازم تشوفه لانه هيعجبك. بس دي كانت اجابتي على ليه دايما
بنتعاطف مع الشرير بتاع الفيلم، مش لاننا معقدين ولا حاجه، ده ليه اسباب، وفعلا الاسباب دي اتعمل عليها دراسات كتير. فاتمنى في الاخر ان يكون الفيديو عجبك، وما تنساش تشترك في القناه زي ما قلت لك، انا بتعب جدا، ولايك وشير الفيديو ده، وسلام.